سلام ومحبة لكل اللي بيشوفني وبيتابعني من أي مكان في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جاية لكم فيديو جديد، فيديو حلو جدا. أول تنظيفات العيد. بس بصوا، هو أهم حاجة في تنظيفات العيد، أهم حاجة إنك تبتدي كده. ولازم عشان تنضفي بيتك كله ما يبقاش فيه ولا أي حاجة ناسياها، لازم تبتدي صح. طيب ايه هو الصح؟ الصح ان انت تشيلي السجاد، يعني نغسل السجاد ونشيله. هو ده الحاجة اللي هنعملها النهاردة مع بعض، ان احنا هنغسل السجاد وهنعمل شوية حاجات تانية بصراحة. بس انا ما كنتش متخيلة ان انا يعني في حاجات تانية هعملها. فنهيت معاكم الفيديو، لكن بعد كده قمت كملت بقى وعملت حاجات تانية هنشوفها في اخر الفيديو. فلو انتي اول مرة تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو اعملي لي لايك. هنا بقى كانت معايا اول سجاده. انا طبعا هغسل سجاد كتير خالص، لان هو في سجاد انا مش هفرشه، وفي سجاد هفرشه. يعني في سجاد هفرشه قبل العيد وكده، عشان طبعا الاطفال ما ينفعش ان هم يقعدوا كده. بس عايزه اخلص اوضه اوضه وافرشها، يعني فاهمين؟ يعني يكون في تنظيفات، يعني تنظيفات من فوق لتحت بقى. التراب كله اشيله كده. انا عملت معاكم طبعا شويه كده من اوضه الاطفال وشويه من اوضه النوم. بس برضو احنا لازم هنرجع عليهم تاني. وطبعا لما بيبقى ايدينا في الشقة وكده، بيبقى حاجة حلوة، يعني بيبقى الشقة نظيفة والأوض نظيفة. وبعدين ما بتتعبيش ليه؟ لأن الحاجة لما بتعمليها كل شوية أو كل فترة بتبقى سهلة، يعني ايدك بتاخد عليها فبتبقى سهلة. هنا بقى غسلت السجادة اللي هي بتاعت أوضة النوم وخلصتها. عملت اللي هي المشاية دي بتاعت المطبخ. وبعد كده عملت اللي هي الصالة اللي تحت دي، كانت هي بتاعت الصالة. السجادة اللي تحت دي بتاعت الصالة. فدي كانت أهم واحدة. ايه يا ماما؟ يلا كلي ليه بقى اهم واحده؟ لان هي بتاعت الدعك كلها الصاله دي. انا كنت حاطه عليها الحافظه، والحافظه دي حلوه جدا، بحطها في الغساله بتنضف، بنشرها، بفرشها تاني. فكانت محافظه عليها بصراحه. بس طبعا انتوا عارفين ان الصاله دي بتبقى، يعني لو طفل نسي مثلا ما يدخل ما يقلع الجزمه، بيوقع عصير مثلا فيها، عليها يعني. وارد اي حاجه، لان المكان ده هما بيقعدوا فيه على طول. هي ما كانتش مبقعة مثلا، بس لان البقعة كلها كانت الحافظة هي اللي واخداها. بس كانت مطربة، يعني كان فيها تراب. انا اديتها، يعني انا بدي السجادة وشين، يعني بروح واجي عليها مرتين. لقيتها محتاجة فيها بقعة بديها التالتة، لا مش محتاجة خلاص يعني. انا بحب الغسيل بتاع السجاد جدا. بس انا عشان الاطفال وكده فصحيت بدري خالص، وقبل ما هما يصحوا وغسلت كل حاجة. غسلت السجاد كله. يعني هما كانوا صحيوا في اخر حاجة كده يعني. كانت انوش ومحمد عايزين يساعدوني، بس انا لو صحيتهم كانوا هيصحوا الاطفال الصغيرين. يعني كانوا هيعملوا دوشة، هيفضلوا يتخانقوا. ده انا عايز فرشة، انا عايز مش عارفة ايه، انا امسك الخرطوم، لا انت امسك مش عارفة ايه كده. فقلت لا، انا مش هصحيهم، انا هخلي لهم سجادة. انا فعلا خليت لهم سجادة واحدة هما يعملوها. دي سجادة أوضة الجلوس. كانت آيلة كلت بلحة، فكانت في حاجة مع البلحة كانت مبقعة يعني في السجادة بس. لكن هي برضو كانت نظيفة، ما كانتش محتاجة قوي يعني. حتى اديتها وشين برضو بس. بس ما جبتلكوش يعني الوشين، لاني مش كل يعني هيبقى المدة طويلة قوي بتاعت الفيديو. دي بقى بتاعت المطبخ. بصوا يعني كانت مش معفنة. كانت خالص، كانت تسخة خالص. عملتها برضو مرتين، بس يعني ما تعبتنيش بصراحة، عشان خاطر هي صغيرة يعني مش كبيرة قوي. فما تعبتنيش. حلوة، حتى حلوة في الغسيل، سهلة. انا باخدها على فكرة اغسلها في الحمام، يعني انا مش لازم اغسلها مع السجاد الكبير وكده. فبغسلها في الحمام. حتى لما جيت اغسلها كانت شوية شبه نظيفة. بس طبعا هو المطبخ، يعني السجاد بتاع المطبخ ده ما بيبقاش نظيف على طول، لازم الواحد يجيب له غيارين ثلاثة والله، عشان خاطر تبقى الحاجة نظيفة، او يبقى السجادة بتاعته نظيفة. انا بشوف في ناس ما تحطش سجاد، بتحط بس مثلا مشاية صغيرة كده وخلاص تحت الحوض. هي الفكرة دي حلوة، يعني انت بتبقي بتمسحي بس والمشاية دي سهلة معاكي، ما بتتوسخش اصلا، هي بس يعني بس بتغرق مية.
فلما جبت انا السجادة دي كانت طويلة قوي، قمت قسماها وخليت يعني ان انا ممكن افرشها كسجادة كلها على يعني في المطبخ وكده، وممكن ان انا افرش المشاية بتاعتها، فاهمين؟ فعندي كده الاتنين، يعني انا ممكن ابقى فرشة كل المطبخ او فرشة جزء منه صغير. فبتبقى حلوة يعني، بصراحة بتبقى حلوة في الصيف، بتبقى حلوة ان انتي تفرشي بس مشاية صغيرة، بحيث ان انتي تقدري تمسحي على طول على طول يعني. ف ممكن افرش دي وممكن افرش دي لما اشوف. بس انا بحب ليه افرش كلها عشان كان شتا وكده ولو حد مثلا دخل برجله من غير شبشب طبعا كنا بنقعد حافيين، فكانت بتبقى حلوة. ففي الصيف بقى عادي ما بتفرقش. حتى لو خليتي في ناس بتخلي الشقة كلها فاضية، كلها ما فيهاش ولا سجادة. في ناس كتير كده يعني، مش عارفة، ما جربتهاش، بس متهيألي ان ما ينفعش والاطفال موجودين ان انا اخلي يعني الشقة من غير سجاد. ما بحبش اصلا، انا من الناس اللي ما بتحبش كده. عشان كده بقول لكم انا هفرش على طول على فكرة. مش كل ده هشيله لغاية العيد، لا طبعا، في حاجات هفرشها. دي بتاعت اوضة الاطفال، برضو كانت مبقعة، ما كانتش وسخة، لان برضو كانوا بيقعدوا فيها زيها زي الصالة يعني. بس هي دي حلوة في إيه؟ ان هي بسهولة بتنضف، بس هي بسهولة قوي بتوسخ بتتوسخ. يعني في الاتنين برضو. حاولت ان انا برضو ادعكها كذا مرة كده، بس ما خدتش معايا وقت بصراحة، نصفت بسهولة والله. بص كنت كل شوية بقعد على الكنبة كده وارتاح عشان رجلي، لان انا بعد ما بخلص السجاد ده رجلي دي بتبقى يا لهوي، والله ما بقدر احركها، مش بقدر احركها خالص. آه ف فبقيت اعمل ايه، بقيت اريح كل شويه اريح. الموضوع ده نفعني يعني، ما تعبتش قوي والله زي كل مره. يعني فكره حلوه ان انتي كل شويه تجيبي كرسي مثلا وتقعدي عليه. يعني انا بحاول اصفي بقى الميه كده عشان خاطر لما اجي اشيلها تبقى خفيفه شويه، فاهمين؟ انا كده كنت خلصت. انا كده عملت كام سجاده؟ كام؟ 4. 4، متهيألي 4 والله ما فاكرة، المهم. وعملت 3 اللي هي المشاية الكبيرة، وبتاعة المطبخ، ف وبتاعة برضو اللي هي دخلة الباب. فكل ده يعني الحمد لله خد مني ساعتين ونص، يعني ساعتين ونص وانا بغسل. بس انا والله عشان التصوير، عارفين من غير التصوير اكيد ما كنتش هاخد الوقت ده كله. التصوير بياخد معانا وقت جامد يعني. هنا بقى كنت بحاول الم بالشرشوبة وكده المية. انا خلصت يعني، انا خلصت فبحاول الم بالشرشوبة. ليه؟ لاني انا كنت عايزة انشفها على طول، اتاري فيها مية اكتر، فروحت بس ما اتصورتش الحتة دي، مش عارفة ليه. رحت جبتها الاول بالمساحة، وبعدين عملت بالشرشوبة، وبعدين عملت بالمساحة تاني، وبعدين عملت بالشرشوبة تاني لغاية ما نشفت، لان هو كان في كل مكان التراب بتاع السجادة، فاهمين؟ فانا كنت عاملة بالمساحة، فالمساحة ما خدتش التراب يعني، ما التراب ناعم قوي يعني. فروحت قلت خلاص لا، انا هعمل الاول بالشرشوبة وبعدين اعمل بالمساحة تاني. بس طبعا ما صورتلكوش لان يعني ملهاش لازمة بصراحة برضو. كفاية هنا بقى كنت بحاول ان انا الم الدنيا كده والم الصالة، لاني اولادي كانوا صحيوا كمان. فما كنتش حابة ان انا يعني يقوموا والدنيا مكركبة كده، لا قلت لا، اوضب لهم الأوضة، اوضب لهم الشقة كلها والصالة، بحيث ان لما يصحوا ما يبقاش في اي حاجة في الارض، تبقى الارض نظيفة وال... والبيت نظيف وكده. هنا بقى مسحت الترابيزة لاني اوقات بياكلوا عليها، فقلت عشان يبقوا ايه، يعني عاملاها لهم ونظيفة برضو ياكلوا على طول عليها. بصوا دي الحافظة، رجعت بقى مكانها التلاجة، رجعتها مكانها. بس الحافظة انا غسلاها، يعني انا الحافظة حطيتها في الغسالة ونشرتها من بالليل، بحيث ان انا لما اصحى الصبح واغسل السجاد وينشف، دي تكون نشفت قصدي، وافرشها بدل السجاد، فاهمين؟ فكانت معايا دي يعني فرشتها. بصوا نظيفة وحلوة. هنا بقى كنت خلصت،
انا هنا كنت فاكره ان انا خلصت وهخلص معاكم الفيديو، فكنت بسلم عليكم وكده وبقول لكم لو اول مره تشوفيني وعايزه تشتركي في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات. وكنت برغي حاجات تانية يعني، وكنت بقول لكم ان انا معرفش ايه هعمل وكده. هشوف ايه هعمل بعد كده تاني في الشقه. بعد كده لقيت نفسي اما انا صحيت بدري بقى، قلت خلاص طيب ما اعمل لهم حاجه حلوه، فعملت لهم بسكوت لانكشاير، هو زي البسكوت اللانكشاير بس بطريقه تركيه زي ما انتوا عارفيني انا انا مع الاتراك في كل حاجه. فبصوا عجبتني، بس هي عندهم بتتشقق يعني، فاهمين؟ مش اللي هي هي كل البسكوت عندهم بيتشقق، كل البسكوت. وفي واحده مغربيه، مش عارفة مغربية ولا جزائرية والله ما عارفة. المهم نسيت هي من فين أصلا. المهم كنت بتفرج على آية حبيب فكان في بسكوت برضو بتعمله، مش عارفة بدفور ولا ايه، مش عارفة، لا مش عارفة ايه بصراحة. المهم قالت بتقول عشان ما يتشققش منك اعملي كذا. فهي كانت كاتبة في التعليقات تحت، قالت لها احنا لو البسكوت ده ما تشققش يبقى باظ عندنا، لازم يشقق. فقلت يعني سبحان الله، بصوا ازاي بتفرق، انتوا فاهمين؟ احنا عندنا الحاجة لو اتشققت بتبقى بايظة، لكن لو ما اتشققتش بتبقى حلوة. لكن هم عندهم العكس بقى. فده اتشقق شوية بس مش شوية قوي يعني، خدت شوية مصر على شوية تركي على شوية جزائري بقى ولا ايه، مش عارفة مش فاكرة كانت من انه بلد بصراحة. أم، هنا بقى بصوا جبت هو بيضة بعد ما عملت السمنة. السمنة كانت يعني بدرجة حرارة الغرفة طبعا، ولازم تبقى كده عشان خاطر من بتشقق منك اكتر بزيادة لو كانت ساقعة. ف عملتها وحطيت عليها السكر البودر، وبعد كده بيضاية وفانيليا. وقعدت ايه اضربهم في بعض كده لغاية ما بقت كريمي، يعني بقت كريمي خالص. وبعد كده رحت حطيت عليها الدقيق على طول. كنت بحط شوية شوية بصراحة. كنت يعني هي الدقيق كانوا كوبايتين وربع ونص، انا ما حطيتهمش كلهم، فاهمين؟ بحط شوية شوية منهم، فانتوا كمان كده. بصوا اهو، ما حطيتش كله، كنت بشوف لغاية معجن اي حاجة يا جماعة تجيبوها. متأسفة القطر. اي حاجة يا جماعة تجيبوها من يعني من النت او من اي حد، ما تحطوش دقيق مرة واحدة. هيقولوا لكم كوباية حتى ما تحطوش. انا يعني لما عملت بلح الشام اكتشفت ان هو المشكلة في الدقيق اللي حطيته، المفروض كنت احط شوية شوية يعني، فاهمين؟ فأي حاجة تجيبوها لا ما تحطوش الدقيق كله. شوفوا جربوا الأول، حطوا شوية في شوية، ولو لقيتوا ان الدنيا مشيت والعجينة اتلمت خلاص. انا طبعا مش بعجن، انا كنت بلم، لان برضو اللانكشاير مش بيتعجن زيه زي بلح الشام بس انا مش عارفة ايه اللي خلى بلح الشام يبوظ مني والله. المهم فانا عملت كمية قليلة خالص بصراحة، عشان خاطر انا كنت اول مرة اعمله يعني ده بطريقتهم هم. هنا بقى كانت اتلمت معايا، بصوا بقى اللي فضل، بصوا يعتبر نص كوباية بالظبط، يعني هي يعتبر خدت مني انا كوبايتين. يعني هي كانت بتقول كوبايتين ونص، لا انا بقى كوبايتين، شفتوا؟ فبصوا طلعت هي بسيطة وسهلة خالص، مش هتاخد معاكي وقت خالص خالص. بس طلعت بقى بسكوت صغير يعني، كمية قليلة جدا ما قعدتش معايا خالص. بصوا بقى كده، انا دي حاطة فيها كوباية نشا وكوباية دي، مش كوبايتين دي عشان نسيت بقول لكم بس المعلومة دي. كوبايتين، كوباية نشا وكوباية دي حطيتهم على بعض و... وما عملتهاش بس بالدقيق. المرة الجاية بإذن الله هحاول ان انا اعملها بالدقيق بس، هشوف هتطلع احلى ولا بالنشا والدقيق احلى. بس طعمها كان جميل، طعمها حلو، بس كانت قليلة جدا يعني الكمية قليلة. بس مش هكتر تاني، انا لما بضعف الموضوع بيبوظ معايا، فمش هكتر تاني. هعملها برضو يعني بنفس الكمية كوبايتين. والله حتى سهلة يعني، حتى الواحد ما بيقولش انا عملت بسكوت انا خبزت بسكوت، لا، بتكون سهلة وبسيطة حلوة يعني، مش بتتعبك وكده. عشان كده ما تعبتش يعني. انا كنت في نفس اليوم عاملة سجادة غسلة السجاد، بس
ما تعبنيش الموضوع يعني. بصوا ايلا عايزه تعمل زيهم، فانا بحاول ان انا اقول لها انتي عملتي اهو. انوش كانت زعلانه ان انا ما صحيتهاش في السجاد وكده، قلت لها يلا بقى تعالي اعملي البسكوت ده، فبتعمل بقى، بس طبعا بطيء جدا. بس مش مشكله، هي بتتعلم لسه. بس حلو والله يعني، عملوه حلو هنا بقى. كان خلاص استوى. بصوا هو ما تشققش قوي، بس هو كده عندهم يعني، هو عندهم كده الحلو. انا بقى زينته بتزييننا احنا، فاهمين؟ يعني هما بيحطوا شوكولاتة، بيحطوا جوز هند. انا زينته ان احنا لما بنزينه احنا، اللي بنحط مربى وبنحط ايه، لانكشاي اللي هو اسمه ده الفورماسيلا والجوز الهند برضو، عملت بالاتنين. بس طلعت الكمية قليلة جدا. هتشوفوها انتوا عاملة ازاي. يعني الموضوع ما كملش ساعة واتاكل البسكوت كله. بس هي الأطفال معروفة يعني، لما بيكون في حاجة حلوة وكده في البيت فبياكلوها كلها يعني، ما بيخلوش، بالذات لما تكون الأم ما بتعملش كتير زي أنا بالظبط. هنا كنت خلصت اهو، في بالجوز الهند وفي بالفورماسيلا. بصوا بقى اسمعوا رأي أنوش البكاشة. أنوش البكاشة. حلو. استنى لسه ما طب قول يلا. تتحركش. جربوا الحلقة دي، طعمها تحفة. طعمه كمان خالص. طعمه كمان خالص تحفة. جربوها لا. شفتوا البكش بقى. انا بقول لها ايه رايك فيها، قالت لي حلو. قلت لها طب اصورك تقولي رايك، قالت لي اه. قلت لها طيب قولي يلا قولي. فقعدت تعمل لي الحركات دي، قعدت اضحك. بصوا كل ما بشوف الفيديو بقعد اضحك والله. هنا بقى عملت لهم البشاميل، لان كان تاني يوم رايحين حمام السباحه. بنصحى بدري قوي، بنصحى الساعة 8 وبرجع مهلوكة مش عارفة بعمل ايه. والله ما بعمل حاجة. بس عشان مش متعودة ان انا اخرج الصبح وكده، فبرجع خالص مش قادرة. فقلت قبل ما انام اعمل البشاميل، وبعد كده قلت خلاص بالمرة اعمل اللحمة، وبعد كده قلت خلاص يعني هي جت على المكرونة. وبعد كده قلت يا بت، بدل ما تعملي المكرونة بس. بص بحط على المكرونة ايه معلقة صلصة، وبحط شبت وكزبرة، بتدي المكرونة بصراحة طعم تاني خالص. المهم، وبعد ما خلصت قلت طيب ما تحطيهم في الصينية وخليهم جاهزين بدل ما تحطي الحلل بس. رحت قلت خلاص هحطهم بالمرة، عشان المكرونة ممكن متعرفيش بكرة تبقى ايه. فحطيتهم. وبعد كده بعد ما خلصت، اشرف قال لي طب ما تحط لنا صينية نتعشى بيها. والله بس ما تعشناش بيها على فكرة، يعني ما لحقتش. حطيتهم الاتنين في التلاجة. الحمد لله ان انا عملتها، لان بجد كنت تعبانة جدا. جيت نمت على طول اصلا. صحيت كده على ميعاد اشرف لما جه من الشغل. سخنت المكرونة. كنت طبعا مطلعاها من التلاجة وحطها في الفرن قبل ما انام، بحيث ان هي السقعة اللي فيها تمشي. بعد كده سخنت المكرونة وكلنا واتغدينا، وكانت جميلة بصراحة يعني. طبعا انا كنت انا معاكم كده، التليفون فصل، وكنت عايزة والله اكمل معاكم يعني المنظر الاخير وكده بتاعت المكرونة، بس التليفون فصل ما كملش. يعني كده انا وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم. واذا وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش باللايك وتشتركي في القناة، واستنوني الفيديو جاي ان شاء الله.